والله يا جماعة أنا كنت مستني إن أنا أتفرج على مباراة كورة حماسية كده وفيها تكتيك وفي سجال في أرض الملعب وفي كورة رايحة جاية في أرض الملعب. ما هو إحنا بقى بنتكلم على فرقتين المباراة بتاعتهم بقت قمة، الزمالك وبيراميدز، فرقتين بينافسوا على لقب الدوري. ولكن انا اتفاجئت بالمباراه اللي السيناريو بتاعها محفوظ، هي بتاع كل مباراه. الزمالك بيسجل الهدف الاول في الدقيقه الثالثه في بدايه المباراه، بعدين الزمالك بيتراجع تماما. انا مش هقول ان الزمالك تراجع عشان دي مباراه بيراميدز، ولكن هو طريقه لعب الزمالك مؤخرا مع فيريرا ان هو بيجيب الهدف وبيتراجع، فده طبيعي بالنسبه للزمالك. لكن اللي مش طبيعي، هل بيراميدز لو بيلاعب النادي الاهلي هيضيع كميه الفرص دي؟ هيكون عنده الرعونه اللي كان بيها قدام الزمالك بالفرص اللي هو راح بيها وعدم وجود الشراسه؟ هل عبد الله السعيد لو كان عنده المباراه الجايه مع النادي الاهلي كان هيعمل اللي عمله في مباراه المقاولين ويسيب المباراه ويمشي بين الشوطين عشان المدرب استبدله؟ اكيد لا طبعا. كنا هنشوف بيراميدز جاهز واقوى واشرس على المرمى واللعيبه كلها بتقاتل وبيحاول يستغل الربع فرصه عشان بس يسجل في النادي الاهلي. كنا هنشوف عبد الله السعيد موجود وقالب كده على كريستيانو رونالدو وميسي وشويه لعيبه جامدين كده في بعض عشان يعمل كل حاجه في ارض الملعب. كنا هنشوف كل ده بيعمل. فانا مش يعني سيبك من انا انتمائي ايه، انا بتكلم كرويا فعلا. انا عايز اشوف منتج دلوقتي، انا بتكلم على فرقتين بينافسوا على الدوري، فانا كنت مستني اشوف منتج افضل من كده في المباراه، مش اشوف المباراه بالشكل ده. فرساله لاداره بيراميدز، انتوا لو عايزين تلعبوا على البطولات، عايزين تاخدوا بطولات، عايزين تاخدوا الدوري، ما تلعبوا كل مباراه على انكم بتلعبوا الاهلي. يعني هل انتوا موجودين بس عشان مباراه الاهلي، عشان تظهروا بشكل كويس في مباراه الاهلي؟ طب وما دون مباراه الاهلي عادي جدا، اي لعب اي اداء بيمشي والدنيا حلوه. لو عايزين تاخدوا بطولات العبوا كل المباريات على انها النادي الاهلي. مباراه النهارده كانت ممله الحقيقه، لا الفريق ده قدم كوره ولا الفريق ده قدم كوره. اكيد الاخطر والاشرس كان هو نادي بيراميدز اللي ضيع فرص كتير جدا بمنتهى الرعونه، اللي كان يقدر يتعادل ويكسب كمان. اما على نادي الزمالك فدون الهدف فلا يذكر اي شيء. الكره كانت منحصره في اغلب فترات المباراه اما في تلت ملعب الزمالك الاول او في نص الملعب بين الفرقتين، وسيناريو محفوظ للفرقتين او كعاده مباريات الفرقتين. كنت اتمناها مباراه افضل من كده، مباراه اشرس من كده، مباراه فيها اهداف اكتر من كده. يعني هو بالنسبه للاهلاوي ما كانتش فارقه، بيراميدز يفوز الزمالك يفوز، التعادل كان افضل طبعا، ولكن المهم ان هو طالع مستفيد ان في طرف من الطرفين وقع من المنافسه وهو يعزز الصداره بكره. ولكن انا مستغرب جدا من الاداء اللي بيحصل من بيراميدز، اللي مش بشوفه فريق قوي ولا فريق يقدر ياخد بطولات غير قدام النادي الاهلي. دول كلمتين كنت عايز اتكلم عنهم عن مباراه الزمالك وبيراميدز كده، ورساله قويه لاداره بيراميدز. لو عايزين تاخدوا بطولات، عايزين تبقوا فريق كبير، العبوا كل مباراه على انكم بتلعبوا النادي الاهلي. سلام.